السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعضينا مكعب الخضروات. طريقة سهلة وبسيطة مش مكلفة. انا معايا ربع كيلو بطاطس، ربع كيلو بتنجان، ربع كيلو ربع كيلو كوسة، ربع كيلو بصل، حزمتين بقدونس على كزبرة. اللي حابب يحط خضروات مختلفة عن دي يحط، اللي حابب يضيف خضروات اكتر من كده يغيرها، مش شرط يعمل احط زي ما انا حاطه. معايا معلقه ثوم مفروم، معايا 5 معالق ملح كبار، معلقه كركم، معلقه فلفل صغيره، ومعلقه توابل لحمه وتوابل فراخ. ومعايا هنا كوبايه دقيق، واحدة جنزبيل. انا هاخد نص ساعة عشان عارفين ان الجنزبيل حامي. معايا الكبة بتاعتي، اللي ما عندوش كبة يعملها في الخلاط. انا هبتدي بالخضروات اللي فيها المية الاول. لو الكبة بردك بتاعتنا ممشيش شوية هنضيف لها حبة مية عشان تمشي. حضرتكم انا بضربها، حضرتكم انا ضربت اهو، شايفين؟ لما اخلصها ارجع لكم. انا خلصت بقيت الكميه، ضربت كل الكميه، هحطها على البوتاجاز عشان تستوي. انا حطيتها على البوتاجاز على نار هاديه، هفضل اقلب فيها ما اسيبهاش عشان الخضار بتاعنا ما يشتش لغايه ما تشرب الميه بتاعتها. لما تستوي هرجع اوريها لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو، بس طول ما انا واقفه هقلب فيها باستمرار. انا ضفت كوبايه الدقيق بتاعتنا، هضيف لها ربع كوبايه زيت. طبعا ما الزيت بتاع الدقيق بتاعنا يمتزج بالزيت. حبه تاني بس كده. يدي اللون الاصفر بس وهندفع عليه. التوابل بتاعته، الخضار بتاعنا استوى وما بقاش فيه ميه خالص، لازم يكون مفيهوش ميه. بصوا انا هسيبه يبرد، لما يبرد هرجع لكم عشان ندلق البهارات كلها. انا هضيف البهارات بتاعتنا، بهارات الفراخ، بهارات اللحمه، معلقه الفلفل الاسمر كلها معالق صغيره، كركم. انا حطيت معلقه سكر و5 معالق ملح. هنديها تشويحه ونقلبهم المكونات مع بعض. نضربها في الهاند بلندر دلوقتي. هفصل الفيديو معاكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم. نضربها ارجع لكم عشان نحطها سوا. وانا صبيته القالب بتاعي دوت. انتوا حضراتكم عندكم صينيه حطوا فيها
المتاح عندكم حطوا فيه. فرشت كيس التلاجة، حطيت الخليط بتاعي. انا دلوقتي صبيتها في القالب بتاعنا، وحطيتها بالكيس التلاجة. هدخلها في الفريزر تجمد وارجع لكم تاني اوريها لكم. ورجعت لكم تاني بعد ما طلعت مرقة الخضروات من التلاجة زي ما حضراتكم كده شايفينها. انا هسويها من الجناب هنا، دي برضك مش هرميها، هستعملها برضك. هسويها من هنا. عارفين احنا عاملينها بالخضروات، يعني حاجة مفيدة لأولادنا ولينا، مفيهاش مواد حافظة. اللي انا بطلعه دوت مش هرميه، هستعمله برضه. من حضراتكم انا عملت لي الكميه ديت، وعملت لي برضك دي. نقطعها بالطول معاكم. هرجع برضك اقطعها العرض المقاس اللي حضراتكم عاوزينه قطعوه. انا شايفه المقاس دوت معقول جدا. لحضراتكم هنفصها ازاي. نفش كده في الثلاجة اهو الرصاص. مرقة الدجاج بتاعتنا كده اهو. انا رصيت الطبقة الاولانية من تحت، حطيت برضك فوقيها كيس تلاجة. هكمل الرصة التانية. وهحطيها برضك في كيس التلاجة، وهحفظها في الفريزر. كل ما احتاج اجيب مكعب هطلعها من الفريزر. هنجرب مع بعض مكعب مرقة الخضروات. شايفين حضراتكم على فكرة انا والله العظيم استعملتها، جميلة جدا، طعمها في منتهى الجمال. جربوها هتعجبكم. جربوها هتعجبكم احسن من مرقة الدجاج اللي احنا بنشتريها من بره، كلها مواد حافظة. دي عاملينها بايدينا، مفيهاش مواد حافظة، كلها خضروات، حاجة طبيعية تفيد جسم اولادنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير. لو لسه اول مرة بتشوفوني اشتركوا في القناة. لو عندكم اي سؤال ابعتولي في التعليقات، واشوفكم باذن الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.